محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين آمين آمين. إخوة الإيمان، السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، سحرة ومشعوذون وكهنة وعرافين، أتحدث عنهم للخطبة أو في الخطبة الثانية بعد الأولى. وعنونت هذه الخطب بالسحر خطره والوقاية منه وعلاجه. وقد تطرقت في الجمعة الماضية إلى أن للسحر حقيقة وله أثر، ولولا أن له أثرا ما حذر منه الله عز وجل وما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه يوجد سحرة ومشعوذون ما نص الشرع على حد يقام على كل ساحر ومشعوذ. أيها الأحبة في الله، وقد رأيت وإياكم في الجمعة الماضية إلى أين يبلغ ضرر السحر. نزرار بعضنا الأضرار النس، نزرار بعضنا الأنواع من السحر من التقن السحرة المشعوذون، ننا على أن حكمهم في الإسلام هو الكفر، لأنه خدمناك الجنون وتوضنا خدمناك الشياطين دنجين حمكفان، لذلك حدهم في الإسلام هو القتل. للدين أنه لو كان شرع الله يطبق في الدول العربية والإسلامية لكان حد كل ساحر هو القتل، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وثبت عن ذلك عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن جندب رضي الله عنه وأرضاه، ونص عليه الأئمة الأعلام من أصحاب المذاهب، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه حين كتب إلى الولاة في الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ولكن وإلى الله المشتكى، حين غيب الإسلام وغيبت حدوده انتشر الفساد في المسلمين وذاع، وانتشر خطر السحر والسحرة، وإلى الله المشتكى. أيها الأحبة في الله، كما أسلفت في الجمعة الماضية كم من مريض مرض بسبب السحر والسحرة، وكم من زوج فرق بينه وبين زوجته بسبب السحر والسحرة، بل شحال قال نهار مختل عقليا يقول سوارك يخدم واحد يروح اسرع قرب بسبب المشعوذين والسحرة، بل شحال يسمح في التجارات، شحال في السبيطارات، شحال كم من زوج قد ربط عن زوجته، وكم من زوجة ربطت عن زوجها، وكم من شاب تزوج فما جامع زوجته لأعوام بسبب السحر والسحرة والمشعوذين. أيها الأحبة في الله، حتى لا أطيل عليكم، وهذا مدخل قد ربطت به السابق من اللاحق لتتضح الصورة. وقد أسلفت أن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين
كفر كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واني غير حلقه صحابه او بزاف يروح ولكن واثيق يروح هذه السواها سيق الامتحان وها نصرى على ان النبي صلى الله عليه وسلم منا ولا سكبر في الصلاه 40 يوم. الأحبة الكرام، قد يتساءل متسائل وقد ختمت بهذا السؤال خطبة الجمعة الماضية: ما تغشر وغنغبر حقا نحن سحان وغنغبر حرب حقا نحن الجن إقان تقيتك السبب، ولكن سبب غير مشروع. ما رضح هذا شيء السبب هذا شيء نفسي يدرطا أو يتفوتو أو يدارو تسقاني باباش تسقاني يماش تسقاني باباس نتا تسقاني يماس نتا إلى آخره. يتنزلهم سرينتنا ما رأينا سحرة ومشعوذون كما رأينا في الجمعة الماضية. نشير حرام حنا غاصنا بل كفر بالله عز وجل ونغاص غير حن معتقد أنه من قلب ديلت أنه ستيل سكنفان إلى آخره. وأنه واحد يتقن لم تقبل له صلاة 40 يوما وأنه غير من 40 يوم كما أسلفت يكون على خطر عظيم. أحب الكرام، هذا شيء نشان الجن ما نشين توحرق أنا حقينا إمين خلق دي وجبن الشيرانك. أقول لكم أحبتي في الله، الواجب علينا أن نحمي أنفسنا أولا وأن نقي أنفسنا أولا، وكما يقال الوقاية خير من العلاج. الواجب علينا نشين معشر المسلمين نقاقش نسلم مؤمنون نحسب أنفسنا كذلك ولا نزكي أنفسنا على الله عز وجل. الواجب علينا ذم الزوال أن احنا يخدمنا، والواجب قبل ذلك أن نربط قلوبنا بالله عز وجل. ومن كان أن نربط قلوبنا بالله عز وجل يعني معشر المسلمين نشين كمسلمين لا يسعنا إلا أن يكون أحدنا قلبه موصولا بالله عز وجل واثقا في الله عز وجل متوكل على الله جل في علاه، يخسر السن كل السن الزينة على أنه والي الذي صحة والي الذي كذاب والي الذي مشعوذ والي الذي مش خالقا ولا تسمي خالقا زمارتك شيء حشد شيء يجن نغري شيء يشتم إلا من خلق رب سبحانه وتعالى. هذا يجب أن يكون عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين. تفرض ربي تزدري كرة تعجي جمارة كيف مرة إتاجي جميل غير من واتك قلنا ليتك تقاطس تفسد الجيب قلنا لي نحرف كيف ما يفرن هذا الشيء تفسد الجيب قلنا لي إلى آخره. أم تكري توصى الناس توصى عزيزي توصى خارجي توصى ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأدهى والأمر تبدي وذن ستين تتبقى يتنوس وخسيت كيرس يتوب على أن الله عز وجل قال فيتعلمون منهما يعني من السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه حقا، ولكن من الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله ثم والله ثم والله إمامون السحر العالم والمار إمامون المشعوذ الكون يكمل والله الذي لا إله غيره واش الدار الذي يجن إلا سجن حاجة قدر يضحك الله تعالى ملائكة بيضحك الله تعالى قدر يضحك الله تعالى لا مفر منها ولا مهرب ولا مناص، ولكن هذا شيء لقى هذا شيء فهذه عقيدة يجب أن تكون راسخة أحبتي في الله. الشرك الخفيف منهم موحدون من تاجي زديرنا من تقول زير خيارنا. رب سبحانه وتعالى قالوا ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة إلا بقضاء الله إلا من اقدار الله تعالى. إيش غير قبل إما السحران الجنون يجندي الكون من يكمل إما السحران شياطين الإنس والجن والله مش ضارا إلا سجن حاجة قدر يدخل ربي سبحانه وتعالى ما روحك يقدر الله عز وجل أشغار الله شيء الدار يحد. قال محمد بن إسحاق رحمه الله ومن
من يسر السور قوله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. ما يمين، لأن الله عز وجل يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سيدنا ربي إخبارهم على أنه يوكل خانق ملائكة، يوكل سيدنا ربي ملائكة حفظنا حطنا سربنا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، ملائكة سوس ملائكة سجد من تعالى المهم منسب. قال حرس بالليل وحرس بالنهار، يمكن سيدنا ربي ذي عساس يكون يجن الزينة من تعالى المهم منسب يحفظونه من الأسواء والحادثات. حفظنا حطنا سربنا زمار من دغيسن وخنخلق دار الله تعالى. إما هزت شنحش لك تبيت خلق الله تعالى قدارت لابد خنخلق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فإذا جاءه ما قدره الله عليه خلى الملائكة بينه وبين ما قدر عليه. الله كذا العقيدة السغافير ما سيدار فينا نغاقو كيرخو ملائكة حتى كني وتصرفان كني وقاين ديني عقيدة راسخة اشتغلق في كلام الله وليه فرانيج النحاس لقاين دين تصرفاني غمزين الرمقران إلا من خبيق قدر الله عز وجل أحمد غيس مقدور الله عز وجل حتى الملائكة يوكر سيدار فلا محفظون الدرك ولن تجانا هو ما قدر علينا. لذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه إذا جاء القدر بطل الحذر وعمي البصر. من غير من قدر الله تعالى بطل الحذر وعمي البصر. قارس مش مسنم يضوضي مو تويرغتي لا تواري، ولكن ما دام أنه قدر الله يعمى البصر عند القدر ولا ينفع حذر من قدر. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال نعم حسن البصري من شاء الله سلطه عليه ومن لم يشاء الله لم يسلط عليه ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله. أيها الأحبة في الله، أيها الأخ الحبيب اللبيب، أيتها الأخت الفاضلة، اعلم أنه لن يضرك أحد إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فوجه قلبك أيها العبد إلى مولاك فإنه لا حافظ لك من الشرور إلا الله عز وجل. وجوش غيصال مع إلا رب سبحانه وتعالى، وجوحك ليس بعد الشرور في الآثام إلا رب سبحانه وتعالى. واعلم أن من توكل على الله كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه أمره هداه. ألم تسمع إلى قول الملك جل في علاه أليس الله بكاف عبده؟ تلك الآية في القرآن الناس رب سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى الله عز وجل يكفي عباده المؤمنين الشرور ويكفيهم الأضرار. بل إن الله عز وجل قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إرش المؤمنين وها أو دمير إرش المؤمنين أو دمير انتمغار النغز المؤمنات أو دمير غازي الأتقياء أو دمير كذب الانصدار بوها ولا شيء روح برحل أو دمير الكبر الستيرت وها أو الوضع نفتوي الدنيا خلال من الانصدار بوها أو الوضع عسي الله تعالى وها أو الوضع تخيق صدار بالنبي صلى الله عليه وسلم وصافيه. أما الأشياء الأخرى صدار بتكفل بها، تكفل بالرزق وتكفل بالحفظ ووعد أنه يكفينا كل شيء. أليس الله بكاف عبده؟ ما ولتقي القوام صدار به. نعم أحبتي في الله، نعم سيكفينا الله عز وجل كل شيء لم يقدر علينا. ما علينا إلا أن نكون عبادا لله عز وجل. وهو من حفظ هو عباد لله عز وجل، عباد لله ستين من يقع عباد لله ستين يعني وتي عباد لله سوق مموها ولكن شتقر من يتقاقي يحتنا وعبد لله مشاش قواد على الرحمة تبع الدنيا واحد. عبد لله مشاش سيزارك فرانك سيزارك. عبد لله مشاش سيزارك غير تخربشا. عبد لله مشاش سيزارك غير انتم ناصر حلال رحرة. عبد لله سيزارك غير انت وينو خوار سيزار في النبي. عبد لله ولكن لسان حالي
يقول أنني عبد للدنيا وعبد للشهوات وعبد للملذات وعبد للدرهم والدينار وعبد لفلان وعلان وعبد لكرسي ومنصب وعبد للدنيا وشهواتها. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا من هذه، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، خميراني لعباد الله عز وجل ستيدت وتقول سحارة بزان وتقول شتفندايح ولا معزن الجنون ما يمي، لأنك عبد لله عز وجل، لأن سيد ربي إنا نجم لا مرد له، وحكم فصل قضاء لا مرد له. إن سيد ربي رحلون ورحلون سيد ربي. قال الله عز وجل لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال عبادينو إني كي نحفظ ندير رأيينو، إني السيارة نحفظ ندقبرينو، إني كسر غورين للنبينو، إني واغاس نتعدو تشاشك، إني واغاس نضاري تشاشك، إني واغاس نتيرا تشاشك، إني واغاس نتعدو التمزيط ولا التمقران شكلي قرن شو غاس نتعدو يوين غايعدو يوين غيرا يوين غيك من يخس إلا من اتبعك من الغاوين. إلا من يتبعك، إلا أنهم يعجبون نغنوج النش السهرة النش، إلا أنهم يعجبوا بريد النش، إلا أنه ديارين أخبار بريد نسيرافيا، إلا أنهم يعجب التبرج، إلا أنهم يعجب القمار، إلا أن يارين سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن كان حسن الشيطان من شياطين الإنس والجن أخذني قبل السيف قدام التوكل بالسيف تولاه بالسيف القدوة بالسيف هذا يسيرا بالسيف هذا يسيراني صحان بالسيف هذا يسيراني الزمن بالسيف هذا يسيراني الشياطين بالسيف هذا خزج من العبالسة ما يمع، لأنه ويجب يخنس عبد لله، يجي يخنس عبد للشيطان وعبد لهواه وعبد للدنيا وعبد لزوجته، وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة وتعس عبد القطيفة. إذا وعت يرضي وإذا لم يوعت سخط، تعس وانتكس إلى شيك فلن تقشق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، ما علينا إلا أن نكون مؤمنين حقا، ما علينا إلا تفذر أكل ربي سبحانه وتعالى فوسنا وفوس ربي سبحانه وتعالى أرين يصير ربي النبي صلى الله عليه وسلم ما جفس ستيد التوغان ديال الدرادي الجن، لأن سيد ربينا إنه ليس له سلطان، يعني الشيطان بالإبليس بالأعوان من شياطين الإنس والجن، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أقشرين الشروط أخي الحبيب، أقشرين الشروط أختاه اثنين من تعنى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والله ينهى أنا من زي صداق بين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الدين وجل الإيمان كمو واحد شيء تبسين تمسرين مني الإيمان الدين تنهى أنت شخصي ربي يتشرين الدين أخذ حق الآية إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اقرأ الصداق إيوه يعلو إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سلطانه على الذين يتولونه، سلطانه خير يتبعنا بالناس الدار إن تقرأ الرئيس. لذلك أحبتي في الله، علينا أن نثق في الله عز وجل، وعلينا أن تكون عندنا عقيدة راسخة أنه هو ذا ينفع حد إلا سجن حاجة إقدار الله تعالى، ولا نغي الدار حد إلا سجن حاجة إقدار خلق الله تعالى. لذلك أيها الأحبة في الله، الله عز وجل قد امتن علينا وتفضل علينا بحصون وحروز نتقي بها شر السحر والسحرة. نعم سيد ربي سبحانه وتعالى إننا أليس الله بكاف عبدا، ولكن سيد ربي النبي صلى الله عليه وسلم سننا أننا غامين غاكم ما رسم وكني ودارين السحرة المشعوذين خصدوا شق السحر تقعد تقدر تقدر خصدت بني تقدر خصدت تقدر زي السحر أكش من غفك والجلاء الخاء ولا كسير حاسد الجب ولا كتادو السنتا ولا كسير قاعدة تجدني الحزام ولا ليش نحشته مسرينا فينا، وإنما الوقاية
من شرع ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من أرض النبي صلى الله عليه وسلم والنيخس واحد دار السحر ذا السحرة ذا المشعوذين ذا الزواج ذا النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم يخصك الكعس ضربية الطرف أن تكون ألسنتنا رطبة من ذكر الله. قال اغفر أحبتي في الله، قال نهاني من اغفر الذكر من الله عز وجل، نهاني يغرغوا في نسحان بريد، نهاني يبدأ بنادم يتفغ الدات ويقال بسم الله، يتفغ زيت الدات ويقال توكلت على الله، يتحيط الطرس ويقال الذكر من الأذكار، بل ذي يمسر من يتتسس ويقال بسم الله، بل ذي يمسر من تنسو زرمان إن يتوب ويقال الذكر ورد الدعاء، يتسافر الديارة ويقال ريج النحش، يترو غخلا التي مستمغانز دي جيوانس، يتو كل شيء، يتغاروا ويقاولوا، يمشض ويقاولوا، يتغيموا ويقاولوا، يتبدى ويقاولوا. نشير النبي صلى الله عليه وسلم الجنب كل حركة وكل سكنة بذكر، من بمثل الزد دين ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عما صور نسريش غشان الكتاب أغير مثل الأذكار، صغ كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، صغ الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله، صغ حسن المسلم يسكو 10 ضروة، يصغ حسن المسلم وتحسن الحسين تقدرتني مزيان لا تمي روح اسحاقي. حسن المسلم ليس الأذكار الأدعية الثابتة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم شي ريجي ما تصير ريجي مرمي ماذا وسيغا بكشان 10 عزم غضغة مروح تضل. الأحبة الكرام كالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال وآمركم الحديث طويل الشاهد سجد ونيتا وآمركم أن تذكروا الله. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع كني وقتان من ذكر الله لأن ذكر الله يقوي الإيمان في القلب. خمي ذكرنا الله تعالى يتصل الإيمان يتقعد قولي تقوى الإيمان خمي تقوى الإيمان يتركر كل شيطان ويتركر كل جني ويتقاري سحر الساحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر سيدة ربي التسمسار سامي الجن يفقد كيس العدو فقد كيس الشفان من يفقد كيس حد يزوغتنا تبع تدرك وجه التسرنا وناس حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. أرى يوغشن تداه نغشن الحصن نغشن البيت يوذف بالله كيورا مرة مليح وسقن وجماني صغاص غعدون. إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك العبد أموذ استمسار ومسلم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ابن المؤمن يحنس ويتصال يحنس الشيطان ذي الوساوس النس ذي الأعوى النس إلا بذكر الله عز وجل في كل لحظة وآن وحين. أكثروا من ذكر الله يا أحبتي في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. قوم يذكر الله تعالى ذوني وين كان سيد ربي أمني الداد وني مثل إني وني مثل من غيرك وني مثل اسمه ديال شيخ النس وني مثل اسمه ديال صلبايخ النس من غير قرميت أكلوني في السرير من صغير ماذا سيني وليتك شيئا لا كذلك أحبتي في الله. وني ويذكر الله تعالى ميت الذي ليس في جوفه شيء من القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كالبيت الخريب. واني وغاجد الجوف الناس على العقل بعد 10 سورة تلكورة شنو الفتحة والسنة تنغالي معظم الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم قولنا شنو في تداد خار تداد الخيام دير خيام تدهني الخيام دير خيام وتزدغن في الهوام ذي الحشرات ذي السباع ذي في الغران ذي الجنون. أمو إذا استمساري والنوي ذكرهم الله تعالى. فعلينا أحبتي في الله بذكر الله عز وجل
إنسان مرمي ما يفقد بذكر ينفذ بذكر يتصل الأذكار أذكر وذين الأذكار إلى آخر هذه الأذكار لا يتسع المجال لذكرها. إذن دم الزواج باش وضعين تقارن السحر الأول بعد اليقين في الله عز وجل أن تكتر من ذكر الله عز وجل. ثم ماذا؟ إيوه السنين من تعنى سورة البقرة. سورة البقرة الأغلبية يمسر من وسيش حواي غير القرآن إني ذي شوية متفاوت زي رمضان يعدون واقع غير سورة البقرة نتسرى يسير الذي التراويح الإيمان نغم قارئة زي رمضان غير رمضان. لا أحبتي في الله سورة البقرة إن حسن النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل الشاهد منه كما في صحيح الجامع عن أبي أمامة قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة ونتغي يحفظ قدر بركة استفريدا وتركها حسرة ونواسي السن ولو قد يجندل تفقرا ولا تستطيعها البطل. وما كان البطل يعني السحرة اجزان دل المشعوذ ولا الزمان سورة البقرة هاي اجزان دل المشعوذ مرض غريب غاية الكرسي وهي يتوضى البارس من غيري لأن الشيطان ينزل قلب الجريد راح. فما بالكم النغاغة في سورة البقرة الكبر فما بالكم الناس خدام سورة البقرة قالت كل هذه الدهن نغد كيت سينتا كلها نغد كيت تلفزيون كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم يروي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وتعرف بذور النوم ذي مغران وتعرف بذور النوم ذي مغران ليست القرآن. قال أهل العلم وفي هذا دليل على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن. إذن ده شيء قال ياسين خوندر التبارك إلى آخره هاي جد دليل نظري. قال العلماء ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعرف بذور النوم ذي مغران يعني أن ذي مغران قال هو القرآن القرآن دي تدهنش. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تتم الحديث إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الشياطين الأبالسة الجنون تركوا أن تفغل سيثوذرين إذ توقع سورة البقرة مش وجل سورة البقرة الصباح أذكر السهرات المسلسل غوزي منها تمثي وجلنها يكمل الفيديو كليب تسيده من غلوش تسيدي تخدمن في المسلسلات أهمتي لنسخسيني قد غاق سورة البقرة. لا إنسان يقرأ سورة البقرة في بيته كلها ما رويز ما تغاتيك دي سنتا ودي السيدي فوجل أهل الصفر سكجت وارن دي سيد زوان مغني. لذلك أحبتي في الله لا بد من سورة البقرة لا بد استغل في سورة البقرة لفده لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن القوة جميزة قسم غير الزرم إلا بسورة البقرة. لذلك تفضل تصنو ذلك قال قد نسغ الخاوض قد نسغ تمارا قد تواجق قد سيف تده لا يقرأ فيها القرآن تده ليس المسلسلات وها تده ليس السهرات وها تده ليس الغنوج وها تده ليس من يتزمخ الملائكة بصيغة حضان الشياطين كم يلغى حضان الشياطين لما يستعدوا ركن الصلاة من يلغى حضان الشياطين لما يتسلي تمارا من يلغى حضان الشياطين أبي يستزيد الخراع ما يمين لأن تده نسي خاربي وهذا الشذكر الله من غير ذلك يقرب في التلفزيون انتبه في القرآن 30 قرب من غير يتفرج هذا مليح يتفرج دي تشمال نتا تفرج دي الرسول نتا تفرج دي المسلسل نتا ميدغانا سنختم القرآن الشيم ديال التلفزيون نعصم زيزن نختم الزيس البركة واحدة ميدغانا سنختم أسيني وصافي أكمرني وسيسني القرآن لا إله إلا الله ذو التعامل من غير القرآن ذو التعامل من غير كلام ربنا جل في علاه. أحبة الكرام لنزور الإكثار من ذكر الله عز وجل. ثانيا قراءة سورة البقرة. ثلاثة مغفر أحدث تصدغ آية الكرسي مغفر أحدث تصرض النش تصرض النم فغاد آية الكرسي. من آية الكرسي؟ من ديز دي آية الكرسي؟ في صحيح البخاري أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. إن أبو هريرة يوكلي النبي صلى الله عليه وسلم
بعد ما جمع زكاة الفطر وحصلنا كذا حساس شك يا أبا هريرة تعسف الزكاة. إن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنما يتحسح جيرد سريغي يجن يتخدش لنا داخل إنما يغيثه وفي غيجن يتاشى عزيز الزكاة ضشفة من سنة الناس والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمن عيد الناس شوي النبي صلى الله عليه وسلم يبدلوا يا خش بوبري غالي غيلي حنجادي مزيانا وغايتي ومشى أقنش وميلة بوبري وهناقا أخويا يا حماس العودة. إذا قاس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحديث صحيح البخاري إنما غير أبو هريرة يزود جك للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح انت يكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يسجم إن قربت الناس أبو هريرة يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة. الناس من تجي ذاك ونحبس من تفضيل النار أشطان تفضيل النار من كيستجيب يوز جبريل إخبار يوز الوحي. الناس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إذا يتروش شكالي قلة حاجته أو حاجته الشديدة وعياله فرحمته يزيد زيه قال القرغاش يجود جاية مني والله ما دلورة. الناس النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. الناس إصحابك هكذا دور. الناس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. السبب الذي دور قيمة تراجح على السخاس لأن النات النبي صلى الله عليه وسلم ما دام النات صفي يرتفيه جيت مستنايل يروح يا سيد القاس يروح غيزو جيك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس النبي صلى الله عليه وسلم من كيستقير الناس قيزو تزيد وقلاف قيزو جواد يدب كويت الناس يسخارت هكذا يدوري جيت وسترات انقام يتغيدوري من عيد. الناس والله ما كنت مصفرق حمر غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من سين وشفاني أبو هريرة لأبي هريرة الناس دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. الناس الشنخشن يور أش ينفع الزيس نصير ربي ويريد توشغ النبي صلى الله عليه وسلم أشفاق السنة يسير صحابي لا إله إلا الله. الناس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما هي من عنة الكلمة هنا الناس إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي مرة واحدة تصر غا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. الناس فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. الناس قصيدة ربي يتوكريج الملك يحفظيش وغاد يتقارب رضيج الشيطان آخك يصبح أرسلت الصبح أروح صلاة الصبح حتى تصبح وجدت القعدوش لا أروح بصلاة الصبح. إذا قاس يروح النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هانت سجم الناس ما فعل أسيرك البارحة من كذا كن حبوس نشجر تيعدون. الناس يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها هين الشيء ورمش ينفع السلاف بالنسبة لنا الناس قايلنا يحمر ضحك صدغاء آية الكرسي قصيدة بتوكر الملك يحفظيش وغادي تقارب رضيج الجنة رضيج الشيطان تجد النهار صلاة الصبح. الناس النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذب. الناس قايل وانا قايل اشتيت وحنت الغوي خارقا. الناس يا أبا هريرة أتدري من هو أسيرك ل3 ليال ما تسند مني عنه شفانة تغطي 3 أيام ما تسند مني عنه نحبس النه قال الله ورسوله أعلم. الناس ذاك شيطان الناس ونذ الشيطان ونذ الشيطان والحق ما شهد به الأعداء. الشيطان ينصح أبو هريرة الناس من أحدث تصدغى آية الكرسي قد جيت اني توكل خاك سيدار في الملك يحفظيش وغادي تقارب رضيج الشيطان رضيج الجن مش حال زي غادي تتسلق آية الكرسي مش حال يجدي الأمة مليار و500 مليون على حال إيش حال يقان 10 20 30 مليار إمام يتجال 500. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. أيها الأحبة في الله إذا الندم زواء نكثر من ذكر الله واستنين أنغى سورة البقرة واسترثى أنقى آية الكرسي حمير أنتحن تسردون والسابعة إن النبي صلى الله عليه وسلم ونيت قذنزي السحرة المشعوذين الجنود هذه غا 2 الآية تنقل في سورة البقرة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ونحن غير عن سجل كفتاه، ثم كان كفتاه أي كفتاه يتجهد دار بالسبب حفظنا زي كل شر وكل سوء وكل شيطان. زي مانس زي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آرنجا وانصرنا على القوم الكافرين. فينا نهدي قابل سجيل النبي صلى الله عليه وسلم الغنين قال كرجل كفتاه يتكسر تضاد بالسبب أنه حفظ تضاد بالزيسن. ثم ويس 5 المعوذات: قل هو، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الحفظ قال كما في صحيح البخاري، وتروي ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنش كان إذا آوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه تغى النبي صلى الله عليه وسلم كرجل من يطرح هذه التصل جمع كفيه يجمع يفسر نسمه ونفث ثم نفث فيهما النفس ليس شوية كفل شوية وها ثم يقال اسم النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الناس يقال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يمسح جيب الناس ذو غموم الناس ذي ذمان الناس يهكو ذكارهم الناس مرة غريضة. يتكت النبي صلى الله عليه وسلم قال أمنا عائشة يفعل ذلك 3 مرات. كل جد تجد النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. هذا اسم جاي في السرنس ينفث في كفيه هذا قل هو، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا يمسح جيب الناس ذو غموم الناس الجسم الناس مرة غزال 8 مرة ما يميع، لأنه الإخلاص المعوذتين ديش انت البركة مش نطاول غير من صغيون ترون ديش انت الطاول والعين حقي من النبي صلى الله عليه وسلم عماس وادي يسيشن الجن هذه قل هو، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه يمسح حميس نير صغار الرقية المشروعة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأحبة الكرام حتى لا أطيل عليكم الإخلاص المعوذتين ليس تجن البركة تمقرد، ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن خويب أنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال: أصليتم؟ إن اسم النبي مزجم. فلم أقل شيئا إن شو صحابي والنقول فقال: قل إلي. فلم أقل شيئا والنقول ثم قال: قل إن سعوديني. فقلت: ما أقول يا رسول الله من غيرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. كل جلد قل هو، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. غصبة قل هو، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. إن النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك من كل شيء. اشتقاق بالسبب حمات زي كل شيء إن شاء الله تعالى. أحد 7 الشهور مرة بإذن الله عز وجل حتى زي السحر حتى زي الجنون إن شاء الله تعالى. ثم سادس هذه الوسائل التي نقي بها أنفسنا من السحر والسحر إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دهول سوس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في يوم 100 مرة ونتغيرين 100 مرة كانت له عند 10 رقاب. أتفضل راجع النص أخمي حار 10 غال وكتبت له 100 حسنة تاري ناس 100 حسنة وحطت عنه ومحيت عنه 100 سيئة. يغتر خسرار بمحخسرار بميان المعاصي 100 سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حرزا من الشيطان. ثم قال حرزا يعني تحط والجمانيس أصغي على رجل الشيطان والجمانيس أصغي على رجل الجن والجمانيس أصغي كرجل السحر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك. نهار اللي يكمل إيوه 7 من تعنى. وثاني نصيحة أهديها إمارهم يخسر هذه القراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري والحديث يرويه سعد بن أبي وقاص: من تصبح كل يوم
ب7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. ونغيت التنخخوة كنها 7 حبانتين زيتين إنه مقام تمر العجوة المدينة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهارني وثرق في السم ولد السحر. ونهار مريض ثم الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمي النبي صلى الله عليه وسلم إن 7 تمرات عجوة ما يمي لأنه في ثينين مخصوصة ثينين المدينة ومقال العجوة ذا يسجن المادة تقاوم السحر السم. إما يمي 7 قال أهل الاختصاص 3 الكمية اللي وقت قديشة المادة اللي سجن 4 وقت قديشة 5 وقت قديشة 6 وقت قديشة 7 توضيجنا الكمية أنه التابع تبطل مفعول السم وتبطل مفعول السحر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح كل يوم ب7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فينا 7 مسلمين بعد الثقة في الله عز وجل أذنتنك بإذن الله جل في علاه وغاد يعدوا إلا من خلق يقدر الله تعالى. إما راش جاهي مسرينا ولكن الله عز وجل يقدرها فلا يرقى السحر يقدرها فلا يرقى الجنون. من يخسر قرف النار ما راح غير صحان راح غير الزمن راح غير ميدي بخان دي ميدي غيرين روش دي ميدي لا وطريح غير يجن سكينة إمين غير. هذا ما سنعرفه في الجمعة المقبلة إن كتب الله لي ولكم اللقاء والبقاء. فأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يقضي ديوننا وأن يمحو عنا سيئاتنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم أريه الحق حقا وارزق اتباعه وأريه الباطل باطلا وارزق اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخطا على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف كل مريض اللهم عافي كل مبتلى. اللهم رب الناس ذي البأس اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين وانصر الإسلام والمسلمين وأذل اللهم الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. تصني وذن غاصن مهرش اللهم شافهم وعافهم اللهم شافهم وعافهم اللهم شافهم وعافهم اللهم شافهم وعافهم اللهم شافهم وعافهم. اللهم يا رب أنزل عليهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب ارفع عنهم ما ألم بهم اللهم ارفع عنهم ما ألم بهم اللهم ارفع عنهم ما ألم بهم. تصني وذن غاصن لفميلي ويتزجين اللهم اهدهم إليك هداية لا يضلون بعدها أبدا. اللهم اهدنا وإياهم إليك هداية لا نضل بعدها أبدا. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتنا ووالدي والخير ومولاه. صلى الله وسلم وبارك على حبيب محمد وأقم الصلاة.